نشوفكم جميعا إن شاء الله بخير. وصفتنا اليوم صينية الكبدة وصينية البندورة بالفلفل والثوم. أول وصفة عبارة عن كبدة بعد ما غسلناها بالخل والماء والبصل والثوم والبقدونس والملح والبهارات. على نار عالية نحط زيت الزيتون ومنضيف البصل ومنحركه حتى البصل يتحمر يتدبل ويتحمر. منضيف عليه الكبدة ومنحرك والنار على عالية حتى ما تنزل المية، ونضيف عليها الملح والفلفل الأسود وبهارات الكاري وبهارات الدجاج. هاي الوصفة الكبدة من أطيب الوصفات اللي ما بتكون فيها زنخ الكبدة نهائيا. بنحركهم ونسيبهم على النار حتى تتنشف المي. بالآخر بنضيف الثوم والبقدونس وبنسيبهم على النار مدة دقيقتين، وهيك وصفتنا بتكون خلصت. هاي الوصفة الثانية عبارة عن صينية البندورة بالثوم والفلفل الحار. هاي صينية بنقدمها مع الكبدة. بنخلط الفلفل، بنفرمه وبنفرم معه الثوم وبنخلطه وبنضيف عليه البهار والملح وزيت الزيتون وبنخلطهم مع بعض ونحشي فيهم البندورة. هنا كل قطعة من البندورة حلقات البندورة بتكون بنضيف عليهم معلقة صغيرة من المفروم الخليط اللي عنا. وبنضيف على الصحن اللي كان فيه الخليط مية وبنضيفهم على البندورة، وهيك بتكون نضجت عنا الصينية. وبالصحة والعافية.